السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا في حلويات وشيوات مريم. اليوم راح نقترح عليكم بسطاله ديال الحوت. بسم الله نبداو بالمقادير. عندنا مطيشه الحك 2 معالق، زيت العود، زيت المائده، عندنا الخل، عندنا الثومه، الهريسه، قزبر ومعدنوس، الحامض المعصور، شويه الزعتر، ورقه الناموسه، معلقه البزار صغيره، معلقه سكينجبير، معلقه الكمون، شويه ديال الخرقوم عرق، معلقه كبيره ديال التحميره، وعندنا الملحه حسب الذوق. دابا غنبداو نصوبو في الشرموله ديالنا. غنبداو بالثومه، بسم الله، نديروها في المهراز، نلفوها مع شويه الملحه، نضيفو ليها الربيع، كندكوها مزيان. ودابا من بعد ما دكيت الثومه والربيع والملحه غنخلطها. هاد الشرموله كتجي كثيره حيتاش كندوز بها كلشي، كاع العناصر ديال الحوت اللي عندي كنديرهم فيها. بسم الله، نبداو بالحامض، 4 المعالق ديال الحامض، و2 معالق ديال الخل، كنديرو فيها الزيت 5 المعالق، زيت العود 4 المعالق، تنضيف هاد التوابل كلها، الهريسه، مطيشه الحك، الزعتر، كنحكوه بين يدينا وكنديروه. من بعد ملي كنديروا هاد العناصر كاملين تنخلطوهم. هاد الشرموله كندوزو فيها الحوت ديالنا، كندوزو فيها البصله، لي شامبينيون نوار، كلشي كندوزو بها، كتجي واحد الشرموله روعه. قبيله نسيت ما قلتش لكم على الشرموله كنضيفوا ضمه البنه ديال الحوت. ودابا ملي سالينا الشرموله ديالنا غادي ندوزو باش نشوفوا الحوت اللي عندنا. عندنا الحوت، هاد الحوته كبيره تنقولوا ليها المكانه، عندي فيها هنايا 2 كيلو. وعندي الحوت القرش عندي حتى هو منه 2 كيلو. نتوما على حسب الرغبه ديالكم. انا هاد البسطيله غنديرها كبيره بزاف حيت عندنا الناس، عندنا الضياف. المهم 4 كيلو بيناتهم بجوج ديال الحوت اللي منقي ومغسول، وهذا غنديروه في الفران. عندي نص كيلو ديال القمرون، هادشي اللي لقيت في السوق، لقيت غير داك السيد اللي كناخذ عندو، لقيت عنده بقى عنده نص كيلو خديته. عندي كيلو ديال الكالامار اللي قطعته على هذا الشكل هذا، غنبداو نشرمو في الحوت ديالنا ونكملوا الباقي. دابا غنبداو نشرمو في الحوت ديالنا. نجيبو هاد الحوته الكبيره، ندير ليها شويه من هذيك الصلصه اللي صوبت ديك الشرموله، تندهنها هكذا، وغادي نخشيها انا في الفران حتى طيب ليا في الفران مزيان. كنشرمو لها مزيان. وهاد الحوت هذا قطعته طريفات بحال هكا، حتى هو كنشرملو كنديروه في الفران، تنخلطو في هاد الشرموله مزيان، تنخليه واحد 10 دقائق كتبقى فيه هاد الشرموله. ومن بعد تنديرو في الفران يطيب حتى كيطيب على خاطرو. وتندير هاد الوريقات كنديرهم وسط الحوت
باش كتطلق ديك ريحه سيدنا موسى. تنخليه يبقى كما قلت لكم 10 دقائق ونديروه في الفران. دوز بسم. ودابا غناخذوا واحد جوج بصلات يكونوا كبار، كنقطعهم، كنضيف ليهم 2 معالق من هاد الشرموله اللي درت وكنشحرهم. دابا ملي شحرت البصله وساليت نفس المقله غادي ندير فيها الكرامر حتى هي غنشحرو فيها. بسم الله. حتى هو غندير فيه معلقه ديال هاد لاصوص كبيره، وغندير نفس الشيء القمرون حتى هو غنضيف ليه معلقه ديال هاد الصلصه وغادي نشحرو حتى هو. ودابا ملي شحرنا خديت القمرون حتى هو شحرته، دابا غادي ناخذ الزيتون المقطع وغادي نضيف ليه لي شامبينيون نوار حتى هما نشحرهم في المقله، وغادي نضيف ليهم معلقه من هاد الشرموله اللي صوت وغادي نشحرهم شويه في المقله. وعندنا هنا الشعريه الصينيه 250 غرام، كنديرها في شويه الماء سخون وشويه الملح وتنقطعوها وكنبداو دابا نخرجوا فيها. بسم الله. وغادي نضيفوا لها دابا هاد لاصوص هادي ديال الشرموله حتى هي طيبتها شويه على حسابها، تنضيفها عليها. ودابا من بعد ما خلطتها ديك لاصوص غادي نضيف ليها 3 المعالق كبار ديال صوص الصوجا، حيت الصوجا غير مخففه. ودابا ملي خلطت الشعريه الصينيه غادي نضيف على هاد البصله اللي شحرت بديك لاصوص. ودابا غادي نضيف الكالامار حتى هو اللي شحرت من هاد الحشو. غادي نضيف القامورون حتى هو اللي شحرته بديك لاصوص. غادي نضيف الزيتون ولي شامبينيون نوار حتى هما غادي نضيفهم. وغادي نحرك هاد الخليط. ودابا غنضيف داك الحوت اللي قشرت كامل، الحوت اللي درنا في الفران كبير حتى هو تنفرتو تنديرو في هاد الحشوه. دابا غندوزو باش نمونطيو هاد البسطاله ديالنا. كندهنو الطاوه الزيت، كنحتاجو الزيت اللف. انا كنلف بالزيت باش ماشي الزبده، حيت الزبده اللي كتدخل للفران ولا كان فيها الماء كتقبل ليا الورقه. داكشي علاش انا كندهن بالزيت باش نجمعها بيضه. نبداو بسم الله. تنديرو وحده برا وحده الخلانيه. ندهنو بالزيت. نضيفو في القاعده وسط ديالنا. اخرى وغنبدا دابا تنضيف في الحشو ديالي هنايا. بسم الله. ودابا ملي درت هاد الحشو
ما درتوش كامل، بغيت حتى ندير الفرماج. انا كندير الفرماج ديال الساندويتش كنديرو في الوسط ديالها، كنستف الفرماج ديالي هنايا حتى كنكمل الستاف ديالها كامل. ودابا ملي ضفت هاد الفرماج ديالي كامل قطعته على هاد الشكل، دابا غنضيف اللي ما تبقى ليا من الحشوه. كما قلت لكم راه كتجي رائعه، كتجي بنينه بزاف وكتجي كبيره. ودابا غنضيف هاد الحوت خليته طرفه كبار، غنضيفهم من الفوق ديال البسطيله. ودابا كما كتلاحظوا معايا ملي استفت هاد الحوت من الفوق، غندهن دابا في الورقه ديالي. بسم الله. انا غندهن في البيض باش كتجمع وما كتحلش هي، كنجمعها كنسدها بالبيض. وانا تنجمع وانا تندهن بالبيض. دابا ملي جمعتها من الجناب كامل، دابا كنبدا كنغلف فيها بحال تنلمط، ديرها بحال هكا على هاد الشكل وتنهز. كنت دهنت هاد الجناب كاملين بالبيض وتندهن بالزيت باش ما تجيش هي الورقه ديالي ناشفه. المهم تنبقى نجمع فيها حتى كنغلفها كامله كنلصقها بالبيض باش ما تحلش ليا. ودابا ملي كنسالي التغلاف ديال البسطيله ديالي تندهنها بالزيت. واحد الملاحظه غنعطيها لكم، انا كنتقب البسطيله ديالي بالفرشيط باش فاش كيطلع داك البخار كيلقى منين يطلع من دوك التقيبات ديال الفرشيط باش ما كتفرقعش ليا الورقه ديالي. بسم الله. كنتقبوها بحال هكا على هذا الشكل حتى كندوروها كامله تقابي باش ما كتفرقعش لينا الورقه ديالنا. وتنديروها طيب نتلاقاو باش نزينو. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال البسطيله ديالي من بعد ما طابت. انا هنايا زوقتها بالوريدات ديال الفرماج ودرت من هنايا وريدات بالبسطيله حتى هما معمرين بالورقه، درتهم على شكل وريدات وزوقتها من الوسط بالحامض. وانتم لكم الحريه كيفاش بغيتو تزوقوا البسطيله ديالكم. المهم الى عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم، تابونوا معايا في لاشين، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وشكرا.